هتفوق امتى؟ هل مستقبلك وطموحك وهدفك واللي انت بتسعى له ما يستحقش منك اللي انت تدوس بنزين قوي؟ هل من المنطقي ان انت تيجي تستسلم وترفع الرايه البيضاء دلوقتي؟ لو انت كل مره هتدور على الشغف عشان تشتغل لن تقابل الا بالاحباط، لان الدنيا دار ابتلاء، واي حاجه بتوصلك للمعالي، اي حاجه حلوه وهتوصلك لمكان كويس فيها مشقه. هي كده يا حبيبي، ما فيش حاجه اسمها شغف، في حاجه اسمها انك تجبر نفسك، والنفس ينبغي ان تجبر على ما تكره من الامور النافعه في الدنيا والدين. لو ما اكرهتش على الامور النافعه في الدنيا والدين انت هتروح في حتت صعبه. يعني لازم انت تجبر نفسك وتحمل نفسك على الصالحات والامور النافعه. عارف ايه الحاجه اللي مش هتخليك تجيب مجموع في الثانويه العامه؟ والله بجد من غير ما اكدب عليك، انت ودماغك وتفكيرك. دماغك مسوحاك، دماغك موصلك كميه افكار خبيثه انت ما تتخيلش في يوم من الايام ان دماغك كانت توصل لك الافكار دي. اقول لك ليه، تعالى نحسبها ورقه وقلم. اولا انت خايف ان انت ما تجيبش مجموع عشان خاطر منظرك قدام نفسك، وخايف ما تجيبش مجموع عشان خاطر منظرك قدام اهلك، وخايف ما تجيبش مجموع عشان خاطر منظرك قدام اصحابك اللي دماغك برضو مسخره لك ان هم هيجيبوا مجاميع عاليه وانت مش هتوصل للكليه اللي انت نفسك فيها، وخايف ان انت تذاكر والمذاكره بتاعتك دي ما يطلعش ليها اي 30 لازمه، وخايف ان انت ما تذاكرش وتروح الامتحان فتلاقي نفسك سقطت، وخايف ان انت تذاكر وما تجيبش مجموع، واحد تاني ما بيذاكرش يجيب مجموع، وخايف وخايف وخايف. امال انت ازاي بقى تتوكل على الله؟ ما انا كل ما اسالك بتعمل ايه تقول انا والله سايبها على ربنا. ما انت ازاي سايبها على ربنا؟ والله طالما انت خايف من ده كله امال لو مش سايبها على ربنا؟ انا عايز اقول لك على حاجه انت يمكن مش واخد بالك منها. ليس لك من الامر شيء، وتعالى افسرها لك تفسير بسيط. نفترض ان انت في ماده مثلا زي ماده الفيزياء، حليت من كل الكتب التي تخطر على بالك والتي لا تخطر على بالك ومراجعات نهائيه، وجبت مدرسين برايفت، وكنت بتاخد اونلاين واشتركت في معسكرات، ورحت يوم امتحان الفيزياء وجالك صداع. طب المترتب على كده هتخش امتحان الفيزياء وتدعي ربنا انك انت تنجح فيها او تعدي فيها نص عشان خاطر ما تسقطش في الفيزياء، مع انك انت ما قصرتش في الفيزياء. ان انت ما ذاكرتش طول السنه فيزياء ورحت الامتحان بتاع اخر السنه، فاللجنه كانت جميله واللجنه كانت بتحبيني خالص، ودخلت الامتحان وغشيت وجفيت فيزياء مع انك انت من اصلا ما تعرفش قانون اوم بالدايره المغلقه ايه. معنى ذلك ان احنا ما نذاكرش بقى ونسيبها على ربنا بقى وربنا هيرزقنا بقى، ما نشتغلش بقى وما نصليش بقى وربنا هيغفر لنا، وما نشتغلش وربنا هيرزقنا، وما نذاكرش وربنا هينجحنا. لا، برضه ربنا قال ان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. بس ربنا قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فانت ليه شايل هم بكره؟ ليه شايل هم الامتحان؟ وليه يا ابني اسعى، اعمل اللي عليك، ذاكر. هتقول لي بذاكر وبحل غلط، عادي بتتعلم. بذاكر تاني وبحل غلط، عادي برضه انت بتتعلم. محدش بيحاول وبيجيب صفر. مفيش حاجه انت بتتعب علشانها ربنا مش هيكافئك عليها، مفيش سهر انت بتسهره ربنا مش هيكافئك عليه، مفيش دعاء انت بتدعيه ربنا مش هيكافئك عليه وربنا مش هيستجيبه ليك، مفيش مره من المرات قعدت تذاكر والبيت كله نايم وانت الوحيد اللي سهران في عز السجعه اللي احنا موجودين فيها دي وربنا مش هيكافئك عليها. لا، ربنا هيكافئك على كل حاجه. انت ذاكر واعمل اللي عليك، مطالب منك انك تعمل اللي عليك. ايه هو اللي عليك؟ انك انت تذاكر، تفتح الكتاب وتذاكر بما يرضي الله. هتفوق امتى؟ انت مستني ايه؟ مستني حلمك يضيع؟ مستني تعيش ندمان طول عمرك على كام شهر في الثانويه العامه هتذاكرهم؟ تعب اهلك معاك ما يستاهلش ان انت تعافر لاخر لحظه؟ تعب مدرسينك معاك ما يستاهلش ان انت تعافر لاخر لحظه؟ رضا ربنا عنك ورضاك عن نفسك اخر السنه دي وانت فخور بكل لحظه تعب ومعافره ووقعه وقومه ما يستاهلش انك تعافر لاخر لحظه؟ فات شهر والتاني والتالت وانت ولا هنا. هل مستقبلك وطموحك وهدفك واللي انت بتسعى له ما يستحقش منك اللي انت تدوس بنزين قوي؟ هل من المنطقي ان انت تيجي تستسلم وترفع الرايه البيضاء دلوقتي وتقول لي انا جبت اخري وانا مضطرب نفسيا؟ ومين فينا مش مضطرب نفسيا؟ مين فينا الزمن ما بيدوس عليه لدرجه ان هو بيبقى نفسه يطلع كل الرايات البيضاء بتاعته ويقول يا جماعه انا استسلمت بس سيبوني حر طليق؟ مين فينا مش كده؟ كل واحد فينا كده. كل واحد فينا بيوصل لمرحله من اليأس بتكلم كبير وصغير، طالب ومدرس. والله حضرتك اي واحد في الحياه نفسه ينجح، نفسه يحافظ على نجاحه، لازم طول الوقت يفضل مضغوط ويفضل بيمر باختبارات ويخلص اختباره يعدي اختباره يخلص اختباره يعدي اختباره وهكذا. الاختبارات ما بتخلصش. لكن طالب ثانويه عامه مشكلته ان ده اول اختبار حقيقي قابله في حياته. فعشان كده بقول لك انشف اول الايام دي، انشف على قد ما تقدر. ما تجيش تقول انا مطلوب مني اذاكر كام ساعه، اذاكر 4 ساعات ولا 3 ساعات. ايه الحد الامثل للمذاكره؟ مفيش حد امثل للمذاكره. الحد الامثل للمذاكره ده طموح حضرتك. طموح حضرتك يتطلب منك ان انت ما تنامش. عشان هتعرف ما تنامش. طب انا مش هعرف،
ابذل اللي انت تستطيعه بقى. تقدر تذاكر 5 وده اخرك ما تعرفش تعمل حاجه، خلصت دروسي وخلصت مذاكرتي، قصدي خلصت دروسي وخلصت صلاتي وخلصت الحاجات الاساسيه بتاعتي وبالتالي مش قادر اذاكر اكتر من 5، طموحك محدش هيخاف على مستقبلك اكتر منك. طب انا اقدر ادوس بنزين، دوس بنزين، بس انا بشعر بالملل وبشعر ان انا مش قادر وبشعر خلاص ان انا يعني ببقى مخنوق وانا بذاكر، ما ببقاش مستمتع. يا ابني ومين فينا بيبقى مستمتع؟ مفيش نجاح بيطلب باستمتاع. هو انت متخيل لما المدرس بيبحث عن معلومه او بيحاول يطور نفسه في حاجه معينه، او مهندس عايز يطور نفسه في حاجه معينه، بيبقى مستمتع خالص؟ انا بحب مادتي العلميه، انا بحب التدريس بصفه عامه، لكن وانا بطور نفسي في التدريس ما بقاش مستمتع، لان هي حاجه تدعو للملل. المذاكره والتطوير اللي هو اجهاد العقل ده شيء يدعو للملل، شيء يدعو للياس، شيء يدعو للانفجار حرفيا. بس الفكره كلها البقاء مش للاقوى، البقاء لصاحب الصبر. عارفين انتوا قصه عنتره لما عنتره سالوه يا واد يا عنتره يا خلبوس انت جايب كميه الشجاعه دي منين؟ قال لهم ولا شجاعه ولا بتاع، مع الكلام يعني وما لهمش بتاع، لان في الجاهليه ما كانش في حاجه اسمها بتاع، دي اختراع مصري عريق، لكن ما علينا. فقالوا له جايب الشجاعه دي منين؟ اشمعنى لو احنا قال لهم مثال، لو انا جبت واحد وعضيته من ايده وهو عضني من ايده، ليه انا بنتصر عليه؟ اشمعنى بنتصر؟ فاكرين من القوه خالص، يعني لو انا جبت ايدك انا عضيتها واديتك ايدي تعضها لي، مين فينا ينتصر؟ فعنتره بيقول لهم لو انا انتصرت ده مش من شجاعتي. امال من ايه يا عنتره؟ قال من صبري. انما الشجاعه بالصبر، النجاح بالصبر. عشان انا صبرت قدرت اصبر اكتر منه. عارف انت لو هو كان صبر اكتر مني كنت انا صوتت وقلت ايديا وجعتني، لكن ده ما حصلش. فعنتره بيعرفنا، بيدينا درس هنا، بيقول يا جماعه ان النجاح سواء كان نجاح شجاعه في انتصارات، سواء كان نجاح في امتحان، سواء كان نجاح في حياه، هو صبر. عندك استعداد تصبر قد ايه؟ كل ما تصبر اكتر كل ما نقدر نقول عليك ان انت ناجح اكتر، كل ما تصبر اكتر كل ما نقدر نقول عليك ان انت ناجح اكتر. فيجي طالب يقول لي طب يا استاذنا افرض انا عملت اللي عليا وبرضه ما دخلتش الكليه اللي انا عايزها. هقول لحضرتك هو انت ليه بتفكر في الهزيمه طول ما انت لسه جوه المعركه؟ يعني انت ليه عمال تتخيل الهزيمه وانت لسه في ايدك سلاح؟ ما تحارب. انت في ايدك دلوقتي اللي انت لسه شغال، لسه بتحارب من اجل هدفك، من اجل مستقبلك. ليه بقى تفكر في الهزيمه؟ ليه عمال تفكر افرض خسرت، افرض كسبت؟ يبقى سيب النتائج دي مش بتاعتي، افرض كسبت وخسرت دي مش بتاعتي، النتيجه انا مش مسؤول عليها، انا مسؤول عليها قدام ربنا. ايه؟ ربنا ما بيعاملناش بالكم، ربنا بيعاملنا بحاجتين، برحمته وتوكلك، اللي انت بتتوكل على ربنا. التوكل ده اللي هو مقياسه ايه يا جماعه؟ بذل ما تستطيع. انت دلوقتي تستطيع تبذل قد ايه فبتبذل، هو ده اسمه توكل. طول ما انت بتبذل يبقى اسمك كده بتتوكل على الله. بس تبذل اللي انت تقدر فعلا تعمله. لو انت تقدر تبذل 10 ساعات ابذل في مذاكره، لو انت تقدر تبذل 12 ساعه ابذل، لو انت تقدر تبذل 20 ساعه ابذل. 20 ساعه طبعا رقم هلامي، بس انا بدي مثال. يبقى مفيش مقياس للبذل والسعي، اللي انت تقدر عليه اقدر، وساعتها قصاده هيجي لك التوفيق. يبقى ما تفكرش في النتيجه طول ما انت لسه في ايدك السلاح، ما تفكرش في الهزيمه. انت لسه لحد دلوقتي في ايدك اللي انت تحصل على اللي انت عايزه. ويجي واحد تالت بقى يقول لك يا استاذنا طب انا لو بدات مذاكره دلوقتي ربنا هيساويني باللي بدا اول السنه، مش ربنا عادل؟ طب ازاي بقى ربنا يساويني باللي بدا اول السنه؟ هقول لك طب تخيل بقى ان انت ما ذاكرتش خالص، ربنا يساويك باللي ذاكر من دلوقتي؟ لا، احنا اتفقنا ربنا ما بيعاملناش بالكم، ربنا مش بيعاملنا بالكم، ربنا بيعاملنا بقدرتنا واستيعابنا. انت تقدر تعمل ايه؟ لكن رحمه ربنا لازم تتدخل، فرحمه ربنا تتدخل، تمام؟ ونأمل ده، ونحن يقيننا بالله ذلك، يقيننا بالله ان ربنا بيوفقنا برحمته، بعدله، بكرمه، لكن مش بافعالنا. طب انا بقى مطلوب مني اعمل ايه؟ مطلوب مني ابذل ما استطيع. قدرتك انت بقى فين؟ قدرتك على البذل فين؟ قدرتك على السعي فين؟ ده اللي مطلوب منك دلوقتي. يبقى كبر خالص لفكره انا مطلوب مني اذاكر كام ساعه، حط قدامك هدف اسعى ليه حرفيا، ما تنامش من اجله، ما تنامش، كفايه 5 ساعات 6 ساعات. لو انت كل مره هتدور على الشغف عشان تشتغل لن تقابل الا بالاحباط، لان الدنيا دار ابتلاء، واي حاجه بتوصلك للمعالي، اي حاجه حلوه وهتوصلك لمكان كويس فيها مشقه، هي كده. لو انت دايما مستني الشغف وامتى بقى ويلا وعايز بقى مش عارف ايه المشاعر كده من جوايا، واحس ان انا ملهوف على الكتاب والكتاب وحشني وعايز مش هيحصل، مش هتيجي في نص المذاكره كده وتقول السلام على المذاكره، الله ده انا بقالي 5 ساعات بس مستمتع. مش هتحصل، قليل قوي، نادر قوي. ولكن مش الشغف هو اللي بيحركك،
الالتزام هو اللي بيحركك، ان انت عارف حلم وعايز توصل له، في هدف عايز توصل له، مش اللي هو ايه لازم حد يزقني عشان انا شايف الهدف فهوصل له. هوصل له ازاي؟ عن طريق المذاكره والسهر والتعب والمرواح والمجي وحضور الحصص وحل الاسئله واحل غلط واعمل تاني. فلو عملت ديت هتوصل. هل محتاج وانا ماشي ان انا ابقى مبسوط وفرحان؟ لو جت دي من عند ربنا. طب لو ما جاتش تمشي. هي الدنيا كده. يا حبيبي ما فيش حاجه اسمها شغف، في حاجه اسمها انك تجبر نفسك، والنفس ينبغي ان تجبر على ما تكره من الامور النافعه في الدنيا والدين. لو ما اكرهتش على الامور النافعه في الدنيا والدين انت هتروح في حتت صعبه. يعني لازم انت تجبر نفسك وتحمل نفسك على الصالحات والامور النافعه. هو حضرتك حرفيا بجد لو ما بداتش اليومين دول فانت مش هتبدا بجد. ليه؟ لان كل ما هيجي عليك وقت هتبتدي حضرتك تكتئب زياده وتحس ان المنهج كبير عليك. خلاص ببص ما هي بايظه، انا هخش عشان انجح. والله بجد مرمطه وتعب السنه كلها في ال3 شهور دول، لو قرصت فيهم هتوصل. بقول لك ايه، حتى لو انت حقك عليا يعني على الابيض، بقول لك ايه، انا لا افقه شيء عن اي شيء في الماده الفلانيه في الفيزياء، ما اعرفش حاجه، انا ما اعرفش الار من الاي. طب هتبدا امتى؟ والله مثلا مش عارف. لا اركب بقى موضوع مش عارف ده، قول لي هبدا دلوقتي. انا هبدا من بكره. صدقني لو بدات حضرتك من بكره فانت عندك فرصه تلم وتقفل وتحصل الناس اللي بتذاكر من اول السنه. فيا مستر لو حضرتك لسه ما بداتش من اول السنه، دي الفرصه ودول اليومين اللي حضرتك لازم تبدا فيهم. دي اخر مره في السنه انا اقول لحضرتك لسه عندك وقت، فمفيش حل غير ان حضرتك تبدا دلوقتي. الفتره دي هي الفتره اللي انت تعرف تلم وتنجز فيها الدنيا. لو ما انجزتش دلوقتي هيجي عليك ايام قدام تقول يا ريتني كنت ذاكرت امبارح، مش الشهر اللي فات، مش من اسبوعين، لا امبارح ده حرفيا يوم هيكون فارق معاك في الايام الجايه. فالله يكرمك، مش عشان خاطر انا ولا عشان خاطر حضرتك، عشان خاطر اهل حضرتك في البيت اللي تعبانين. حاجه يا جماعه اللي انا بقولها في النهايه كمان وهفضل اقولها دايما، يا حبيب قلبي انا والله بص امبارح يعني وصدقا الموقف ده انا ما بحبش كتير ان انا اطول في الكلام ده بس دي حقيقه. انا امبارح كنت مع بنتي في البيت، يعني بنوتي كده في ثالثه اعدادي ما شاء الله عليها. فبص حاله بقى من الاحباط، عياط. ايه يا بابا في ايه؟ والله يا بابا انا مش عايز اذاكر، انا اتخنقت، انا مش قادره، انا مش قادر ابذل المجهود اللي كنت ببذله قبل كده. وهي بص اصغر منكم ما بتتعرضش للضغط الكبير اللي انتوا بتتعرضوا له. وشفت حاله كده غريبه، الا ان احنا لما قعدنا واتكلمنا البنت فعلا اقتنعت بايه بقى؟ ان اللي داخل لي ده يا جماعه مبررات الشيطان بيحاول يوصلها لي. يقول لي بص هقول لك على حاجه، طب وانت يعني لو اشتغلت واتخرجت ما انت شايف الدنيا عامله ازاي، مش هتكون حاجه. فيبدا يثبطني ويقول لي طب ما خلاص يمينها زي شمالها، وبما ان ده زي ده فخلاص. انا اقول لك يا ابني ده كلام ووسوسه شيطان والله العظيم مش حقيقه. ربنا يقول لك قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وانت تقول لي لا يستويان. لا والله لا يستويان. فلما قعدت مع البنت واتكلمت يعني بص هي فهمت واستوعبت ان لا مش هنكون زي بعض، مش ممكن يا جماعه. احنا عارفين ان انتم مثقلين يعني باحمال كبيره جدا وكمات كبيره جدا من الشغل، الا ان احنا في الاخر لا يسعنا غير ان احنا نكون جنبكم، نحاول نخفف عنكم بكلمه طيبه، لان احنا عارفين ان الوقت حرج وان انتم متوترين وقلقانين. احنا بس هنقول لك ان انت قدر استطاعتك، مش هقول لك بص عشان برضو ابقى انا فعلا بقول كلام واقعي، قدر استطاعتك حاول تبقى مركز قوي، حاول تبقى اكتر قرب لربنا، هتلاقي نفسك مطمن. فربنا يقول لك الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. فحضرتك بص يعني الموضوع سهل هانت والله، يعني طريق طول شويه بس لا هانت. ركز على هدفك ان شاء الله يا جماعه، ربنا هيحقق لك كل اللي تتمنوه. ما تخليش اي حاجه تخليك تيأس او تبقى ما عندكش طموح او امل. باذن الله يا جماعه دايما في امل انك تحقق حاجه كويسه.